مصريانو افريكانو، هما واحد مهما كانوا، يجرى لو جيت مكانه، حلويانو اسمرانو، مصريانو افريكانو، لا 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 مصري كانوا، كلنا نقول سوا افريكانو، للحلو والاسمرانو يا جماله، مصريانو افريكانو، لا 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 مصري كانوا. يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. اشمعنى بقى يوم الخميس اللي احنا ماسكين فيه في الجواز وبعد الجواز؟ اللي قبلنا قالوا الله يسامح اللي اتجوز قبلي وما نصحنيش، واللي اتجوز بعدي وما شرنيش. كل زول بزوجة بتاعه إلا أنا ما عندي براءة، بس كده بس كده بس. كل زول بزوجة بتاعه إلا أنا ما عندي براءة، بس كده بس كده بس. كل واحد همه يهيص ويزيط ويقول لك النهارده فرح يا جدعان، النهارده فرح يا جدعان، عايز كله يبقى تمام. ايه كله ده بقى؟ اتجوز يا موكوس، نفسي اشوف لك حته عيل ان شاء الله كده بورس ماشي على الحيط. يا ابني اتجوز بقى عشان تلاقي لك واحده تشخط فيها بدل امك اللي عمال تشخط فيها رايح جاي. عايزين نفرح بيك بقى يا ابي عشان انا عايزه اتجوز. اتجوز عشان يا معلم، الليله ليلتك يا ابن المحظوظه. ده مش كله، تعالى بقى وانا اقول لك ايه كله. هقول له من اول ما يتقالك احنا بنشتري راجل، اعرف انك لبست في الشبكه يا معلم، وهتلاقي امها ساعتها بتقولك لا زي بنت خالتها. واحنا بنشتري راجل 5 فص الماظ، ربع كيلو ذهب، 8 براميلي، نص كيلو زيتون وعيش، واحنا بنشتري راجل. لما تسمع الكلمه دي اعرف انك نزلت في المزاد يا معلم. ما تيجوا نشوف كم واحد لبس في الشبكه. انا خلاص هتجوز وهبطل ابص على البنات، وهظبط نفسي وابطل اقضيها اشتغالات. أنا خلاص هتجوز وهبطل أبص على البنات، وهظبط نفسي وأبطل أقضيها اشتغالات. جبت شبكه بكام؟ ايه الاسئله دي؟ لا مش هقول كتير يعني. ايه؟ العروسه اللي اختارتها. العروسه اللي انت اللي اخترت العريس؟ هي اللي اختارت الشبكه. هي اللي اختارت الشبكه. الاثنين. ده انت من زمان بقى. انا مشتري راجل بكام؟ ب 1000 ونص كنت سالفه. تقبلي تتجوزي من غير شبكه؟ لا طبعا، ليه؟ عشان دي حاجه اساسيه لازم يشتريني، امال هيعمل ايه؟ عادي مفيش مشاكل. لو بحبه اقبل طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي. واخدين العريس يعني هيدفع. اللي فلتوا من الشبكه بقول لهم انزلوا على تحت. مش السودان، لا السودان هناك يا جماعه الموضوع مختلف، لان هناك بيتقاس بطول البنت، فالطويله مهرها او شبكتها بتعتبر 300 بقى، وانت نازل 150 100. جوزنا بنتي اللي بتاخد 50 بقره. تجوزنا بنتي اللي بتاخد 50 بقره. اجوزك البنت دي واخد 50 بقره؟ اتفضل معلش يلا. لا تجوزنا بنتي اللي بتاخد 50 بقره. بعدين لو اتطبق الموضوع ده عندنا، في بنات هتتجوز بمعزتين وجوز ارانب. انا قصدي ننزل على قبائل الاشانتي في غانا، العروسه هي اللي بتجيب الشبكه. انزل على الاشانتي وشبكتك على ضمانتي. الناس اللي ما طلعتش على الاشانتي واتشبكت هنكمل اتفاقات ليله العمر، واللي بتبتدي دايما بالقاع. أختنا هيبقى فرحها في قاع مش أقل من بنت خالتها. وعشان تخلص من كل الفقاعه هتروح على القاعه، وساعتها يتقال لك يلا يا واد يا ولعان، أيوة يا واد يا ولعان، خدها ونزلت ترعى. أيوة يا واد يا ولعان. وافقت على القاعه فاكرها خلصت. لا لسه، الكوافير بيتقاول على ليله الفرح قبلها باسبوع عشان عند التسليم ما يحصلش مشاكل، ويقعد فيها من الساعه 8 الصبح
لغاية الساعة 9 بالليل. طبعا انت عارف سمكرة ودوك وحاجات، عشان كده في ناس هتنصحك وتقولك صورة قبل، عشان لما تخش وتستلم الفوتوشوب يبقى على الأقل مسكنا على بعض صور. تحت بقى نص ساعة وتستلم عروسة زي ما بيقول الكتاب، لأن اخواتنا تحت بيتعاملوا مع العروسة على إنها مناولة مش مقاولة. استلمت يا معلم، بينا على القاعة، بيقابلك أهل العروسة وأهل العريس. اثبت، زفتها، وهو طبعا الراجل دافع، زفته ويبتدي ليلة ليلة أنا وسرور وبدايات ثواني بنتور. هنا بقى بيجي لك واحد حبيبك فاتح كيس ملح وبيكبش ويديك في وشك، يا تحافظ على وشك يا على وش العروسة، عشان الحسد اللي بقى ما بيحبكش هو اللي هيرمي عليك شوكولاتة، ولو رمى عليك الشوكولاتة أقرب عمود وجمد يا معلم، لأن حالة البحث عن الشوكولاتة فيها انهيارات، يا تقع يا تقع العروسة. حاول تخش القاعة بس ما تفرحش قوي، اهدى ما تاخدكش الحماسة. روح اقعد في الكوشة، قعدت بتتفتح عليك المبوسة، فجأة امك واخواتك اللي سايبينك على باب القاعة بره هاجمين عليك ببوسوك، وناس تانية داخلة تبوسك، وقرايبك واللي ما تعرفهمش واصحاب اصحابك. ايه هم بيبوسوك على ايه؟ تكونش شوكولاتة. وتبتدي تقوس القاعة، بيجي لك واحد ظريف لطيف ويقول لك يا ريت عروسنا وعروستنا نفتتح البست عشان هنرقص لما افتست. اوعى تسمع كلامه ده بالذات، لا سيبهم هم يرقصوا. طب هزة شمال، طب هزة يمين، طب هزة شمال، طب هزة يمين، مجنون اللي يقول انكم مش جامدين. صحابك صحابك صحابك، خلي بالك من صحابك، لان دول هيدخلوك الخلاط. ونصيحة، ممنوع الاكل قبل دخول الخلاط. الناس رقصت زمانهم هضموا، نفتح البوفيه والعريس بقى ياكل العروسه النو نو 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 نو. تعملش الحركه دي خالص. فتحت البوفيه، خد لك ساتر، لان القاعه بيسود فيها مبدأ واحد، انت مش انت وانت جعان عم. خلص البوفيه، خلص الفرح. ليه التكاليف دي كلها؟ اخواتنا اللي تحت ماشيين بمبدأ جميل جدا، يلي عامل فرحك بالليل ومحتار ما تعمله احسن بالنهار. الدنيا اكبر يوم تهزك ويوم توزك، وبت بيضة وبت السمرة وقلبي ده. زفتنا وهيصنا، خلصت؟ لا لسه. المشهد الاخير، اهل العريس بيجروا يلموا التورته عشان يحطوها في شنطه العربيه، واهل العروسه بيجروا يلموا بواقي البوفيه عشان برضه يحطوه في شنطه العربيه. اخوات العريس بقى
اللي هم عمات العروسة زغر لها كده ازاي هنذبح لها القطة من اول ليلة. انما تحت اخواتنا بكل الود بكل الحب العروسة بتدوس على اهل العريس نافر نافر. هي بتدوس عليهم ليلة واحدة بس، إنما هم بيدوسوا عليها طول العمر. كل ده يا راجل عشان صورة للذكرى تحطها في الصالون. ابنك لربما يكون معدي فيقول لمامته هو مين اللي في الصورة ده يا ماما؟ ده أنا يا حبيبي. أنا أبص الروح فجأة لقيتني بنت فجأة وقعدت من المفاجأة ونزلت دمعتي. مصريانو أفريكانو هما واحد مهما كانوا، يجرى لو جيت مكانه حلويانو أسمرانو. مصريانو أفريكانو مصريانو أفريكانو لا 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 مصري كانوا. كل واحد له جذوره فيها ايه لو خاف عليها، يعني لو حاول بدوره يبقى اجمل حاجة فيها. كلنا نقول سوا أفريكانو للحلو والأسمرانو يا جماله. كلنا نقول سوا أفريكانو للحلو والأسمرانو يا جماله. مصريانو أفريكانو مصريانو أفريكانو